تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الداخلية في الدوري المصري. أول حاجة لازم يعملها كولر إنه يفكر في مصطفى شوبير ويستبعد محمد الشناوي، يفكر في كريم الدبيس ويستبعد كريم فؤاد، لأن كده أو كده كريم فؤاد سد خانة، فكريم الدبيس يقدر يقدم حلول ويقدر يقدم أداء. كمان كولر يقدر يستبعد أو يريح محمد عبد المنعم ويلعب بياسر إبراهيم مع رامي ربيعة. كمان عندك عمر كمال عنده إصابة، فتقدر تلعب بمحمد هاني باك يمين وتسيب عمر كمال لمباراة الزمالك. كمان تقدر تريح مروان عطية وتبدأ بأكرم توفيق في مركز رقم 6، وتجهز ديانج وتلعب ديانج في مركز رقم 8 على اليمين، إمام عاشور على الشمال. وكمان تقدر تلعب برضا سليم جناح شمال، وتلعب بكهربا راس حربة، وتلعب كمان بحسين الشحات جناح يمين. ده التشكيل الأفضل، ده التشكيل الأقرب، ده التشكيل المتوقع، ده التشكيل اللي لازم كولر يبدأ بيه. ولازم يكون حاطط في حساباته ان احنا عندنا ماتش الزمالك وعندنا ماتشات كتير، يريح بعض اللعيبه ويدي لبعض اللعيبه، وهيكون الاداء مش هيقل عن الموجود اساسي. هنقدر ان شاء الله نقدم اداء ونتيجه ونكسب. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.